بدري قوي عمليه الاحماء. شايف انا يوسف اوباما قدام ال 18. دومينيك دي سيلفا مفيش تواجد خالص للاعيبه الوسط، كانهم غايبين لعيبه الابيض عن عمليه الربط الهجومي. ما شفناش اسلام عوض، ما شفناش مؤمن زكريا، مصطفى فتحي اللي المفروض هم اللي يبداوا ينقلوا الحركه الهجوميه لقدام، وطالما ما اشتغلوش مش هيشتغل احمد علي ودومينيك دي سيلفا. طبعا بنقول كده بعض النقاط والعناوين الرئيسيه، انما استاد النيل هيكون معانا النجوم الكبار الكابتن الشاذلي والكابتن جمال عبد الحميد، كابتن عبد الحليم علي بصحبه الكابتن خالد لطيف. تلعب الكوره احمد علي مفيش تسلل، يدخل جوه ال 18، الاقتحام موجود، انما الهجمه هنشوفها تكمل ازاي لمصطفى فتحي. لسه قدام 18 مهدي سليمان، وادي الدربكه بقى من لعيبه نادي المحله، رغم ان هم قطعوا الكوره ياخدها ويسيطر عليها الحسيني ويلعبها لقدام، انما رمي التماس تخبط وهي خارجه عند حسام عرفات. عاليه وطويله لقدام انما جامده على رزق، تروح ليه محمود جنش الى حماده طلبه. تاني نور السيد يستلم في وسط ملعبه، قرب منه مؤمن زكريا بنقلتين قدام ال 18. عمرو رمضان كابتن التيم بدماغه، الحسيني لبزيد اللي بيسيطر على كورته ومشي لقدام ويزقها لحسام عرفات، انما ياخد منها فاول. مديله قرار محمد الحنفي قبل ما تطلع الكوره. ادي محمود بزيد قدامنا اللي بيلعب في الجبهه الشمال، وضربه حره. ادي اللعبه تاني اهي، كان الزحلق عليه جامد قوي احمد سمير على بزيد في اللعبه اللي فاتت. عمرو رمضان يفتح الملعب تاني لاسلام صيام. لقاء بعيد عن المتعه في النواحي الهجوميه. نادي المحله هو اللي هدد مرمى الزمالك مرتين، ولسه لغايه دلوقتي فراوده الابيض ما اشتغلوش بالشكل المطلوب او المؤثر. وهل التبديلات اللي عملها ميدو خلت الانسجام يقل بين اللعيبه، وعمليه الربط بين منطقه وسط الملعب والمناطق الاماميه ما كانتش بالشكل المطلوب في ظل غياب الكيمياء بين اللعيبه اللي كانت بتلعب في اللقاءات الاخيره، واللي دخلوا التشكيله الاساسيه النهارده اسلام عوض، او بدا مصطفى فتحي اللي كان ورقه استراتيجيه من على الدكه ويبدا يكمل نص ساعه او الشوط الثاني. انما هنشوف الكلام بتاعنا هيمشي لغايه فين في المباراه. حسام عرفات والهجمات المرتده اللي بتعمل مشكله على دفاعات نادي الزمالك. ادي عرفات لمعتز محروس، بقى 3 على 5 قدام ال 18. محروس تاني يزقها الناحيه الثانيه، واقفين لعيبه نادي الزمالك مستنيين، وممكن حد من لعيبه المحله يزق ويسدد من قدام ال 18. وبعاد اللعيبه ما حدش بيضغط عليه، رغم ان عدد لعيبه الابيض كان اكتر، 6 لعيبه قدام المنطقه في الهجمه اللي فاتت، انما لعيبه المحله كانوا بينقلوا الكوره براحتهم وفي مسافه ان هم يشتغلوا لقدام. ادي عبد الرحمن محي يلعبها تاني لاحمد غانم سلطان، لمحي لعيبه اسمائها وخبرتها في الدوري مع لعيبه نادي المحله. لو قلنا الاسماء اللي لعبت للاهلي وللزمالك وللانديه الثانيه، ده الفاول اللي عمله دومينيك على عبد الرحمن محي، واحد من اللعيبه اصحاب الخبرات اللي بتكلم عليها سواء مع نادي الترسانه او حرس الحدود. احمد غانم مع الزمالك، بره احمد حسن دروجبا وعادل مصطفى، 2 من اللعيبه برضو اكتر من 10 مواسم شغل في الدوري الممتاز. انما الاسماء والتاريخ لوحدهم ما يصنعوش فرقه او توليفه تقدر تديك اللي انت عايزه. كان موجود معاهم حسن مصطفى لاعب الاهلي والزمالك السابق. تلعب الكره تاني في الجبهه اليمين، احمد سمير يقرب من مصطفى فتحي. الجبهات المعطله تماما، ما شفناش النهارده ولا عرضيه لا ناحيه عبد الشافي ولا ناحيه احمد سمير كاوراق محركه تيجي من المناطق الخلفيه لقدام من تحت الفراوده بقى ويروحوا كده من الجبهتين. بالتالي احمد علي ما اشتغلش، متطرف دومينيك دلوقتي، وداخل مؤمن زكريا جنب نور السيد في وسط الملعب، المكان اللي بدأ فيه في اكتر من لقاء مؤمن بعد وجود احمد توفيق على الدكه. قدام ال 18 احمد علي، مؤمن زكريا، يا ولد يا لعيب الترقيصه كويسه، انما لسه ما حدش قرب منه. عبد الشافي جاي من تحته وضغط عليه عبد الرحمن محي في الجبهه اليمين اللي فيها احمد غانم، وياخد منها. هنشوف رمي التماس مؤمن زكريا، رمي التماس يلعبها على طول عند محمد عبد الشافي، بيدور. ادي العرضيات اللي بتكلم عليها جوه ال 18. يقع مصطفى فتحي مستني قرار حكم يقول يمشي او ماشي، مفيش اي حاجه. في وسط الملعب تاني بزيد الحسيني الى محمود بزيد، قرب منه الحسيني تاني
انما يدخل بيها في القلب عند عمرو رمضان اللي بيتحرر من المنطقه الدفاعيه وطالع لقدام بوش رجله الخارجي، عاوز يزقها الرزق اللي نقل نفسه تكتيكيا وراح في الجبهه الشمال، انما هيرجع مكانه تاني. محمد رزق عند احمد غانم سلطان، كان راح هناك ناحيه عرفات، وادي ضرب سبرنت بعرض الملعب، يرجع في مكانه اللي بادئ فيه تكتيكيا في احداث المباراه. مصطفى فتحي يستلم، يرجع تاني عند نور السيد. واحد يقول لك لقاءات الساعه 7 بقى الواحده بالليل غير الكره اللي احنا بنشوفها خالص، وده منطقي. كاس العالم حاجه يا جماعه، والدوريات مهما تكون حاجه تاني. ما تلاقي البرازيل، تلاقي هولندا، تلاقي ايطاليا، اسبانيا رغم خروجها، انجلترا رغم خروجها، منتخب المانيا، المنتخبات الكبيره. انما طبعا المفاجآت اللي كانت موجوده في الدور الاول، خروج منتخب اسبانيا ومنتخب انجلترا قدام ال 18، يلف وسطه مصطفى فتحي، انما مقطوعه الكره تاني لنادي المحله. عايزين نخرج باي طريقه، اللقاء مكتفنا في المستوى الفني القليل اللي احنا شايفينه، ولقاءات الكاس خلاص ما فيهاش حذر، لازم تكسب. رمي التماس عند حماده طلبه، وقلنا المفاجآت في كاس العالم بخروج الاثنين الكبار، اسبانيا حامل اللقب ومنتخب الاسود الثلاثه منتخب انجلترا بعد ما خسر امام كوستاريكا في مفاجاه كبيره. منتخب كوستاريكا اللي بعتبره مع منتخب شيلي مفاجآت البطوله. تلعب الكره تاني منتخب شيلي في مجموعه اسبانيا وهولندا. تلعب الكره تاني نور السيد قدام ال 18، نقلتين. مصطفى فتحي هيعدي، يلعب البينيه عند مؤمن زكريا. مؤمن انما لسه يطلع مهدي سليمان وياخد الكره ويحل على طول المشكله الدفاعيه. انما بنقرب من نص ساعه عشاق ومتابعي شاشه نايل سبورت في كل مكان. تعادل بدون اهداف، الزمالك والمحله، واحده من لقاءات الدور ال 16 لمسابقه كاس مصر 2013 2014 اللي بيتلعب النهارده 3 لقاءات. وادي تبديل مبكر، شاف ان الحاله الهجوميه للاعيبه فرقته النهارده احمد حسام ميدو مش بالشكل المطلوب، او الكلام اللي قال عليه في غرف خلع الملابس ما بيتنفسش. هيسحب مصطفى فتحي ويدي يوسف اوباما، ورايح محمود فتح الله كده بيطيب خاطر مصطفى فتحي اللي خرج مع اول 30 دقيقه ولعب مكانه يوسف اوباما. طبعا بتبقى صعبه على اللعيب سواء صغير او كبير ان المدير الفني يسحبه، وعشان كده محمود فتح الله بخبره الكبار يروح له يطيب خاطره وهو خارج. تلعب الكره تاني عند بزيد اماميه، فتح الله يطلع بدماغه، انما تعدي الكره عند محمد عبد الشافي. هل يغير من واقع الاداء الهجومي يوسف اوباما بمسانده اللعيبه اللي موجودين، اسلام عوض ودومينيك دي سيلفا ومعاهم مؤمن زكريا واحمد علي اللي مستني قدام ال 18 حد يبدا يوصله. ادي التمريره من نور لاحمد علي اللي بيحاول يهرب، هيسقط تحت لكتير قوي احمد علي في الوقت اللي جاي بعد الرقابه اللي عاملينها في قلب الدفاع، مقفلين بثلاثه. قلت اسلام صيام وشهاب ومعاه عمرو رمضان، وبيغيروا وضعيتهم حسب تحركات فراوده نادي الزمالك قدام 18 مهدي سليمان لعيبه نادي المحله. انما الطرفين الثابتين احمد غانم اللي اتحرك اول 10 دقايق لقدامه، محمود بزيد في الجبهه الشمال، وحسام عرفات هو اللي بينطلق هجوميا مع رزق، وبيلعبوا من على طرف الملعب ومن تحتهم معتز محروس. خارج بيتكلم محمد الحنفي مع احمد حسام ميدو، ممكن يكون سمع كلمه او حاجه في الملعب. ادي ميدو اهو قدامنا، كان ليه تصريح ميدو لمنتخب هولندا بيقول بيتوقع ان هو اللي يفوز ببطوله كاس العالم مع وجود الكبار في الادوار المتقدمه بقى، سواء المانيا او فرنسا او منتخب ايطاليا. اراء طبعا كل المدربين والمحللين اللي بيتابعوا زي المشاهدين، انما لازم ناخد منها، نستفيد فنيا، نستفيد اعلاميا، نستفيد على كل المستويات جماهيريا من البطوله، ما نتفرجش وخلاص. قدام ال 18 ملعوبه تاني لنادي الزمالك اللي خارج نطاق الخدمه الهجوميه تماما، وتحس ان الفرقه اتاثرت بالمجهود الكبير اللي عملوه في اخر لقاءاتهم في الدوري، رغم التبديلات اللي عملها ميدو النهارده عشان يريح بعض اللعيبه ويدي لعيبه عطشانه كوره المفروض انها تأدي بشكل افضل من كده. بلغه الكوره يقول لك جعان كوره. اسلام عوض سواء لما ادى مصطفى فتحي من البدايه، احمد علي من البدايه، دومينيك دي سيلفا برضو اللي بدا اللقاء من اوله، انما لغايه دلوقتي اللعيبه ما قدمتش اداء مقنع على مستوى ال 30 متر الاماميه. قادر لعيبه نادي المحله يقفلوا كويس قوي المساحات في المناطق الخلفيه، وعشان كده ما شفناش انطلاقات لمؤمن او دومينيك دي سيلفا او احمد علي او مصطفى فتحي قبل ما يخرج. اسلام عوض لغايه دلوقتي ما قدمش الجديد اللي يقنع بيه جهازه الفني. ضربه ركنيه
مؤمن زكريا هو اللي هيلعب. تتلعب الكوره في منتهى الجمال، احمد سمير خطيره، لسه مش ممكن اللي فاتت، خطيره خطيره لنادي الزمالك. انما حظك يا مهدي يا سليمان، عرضه مهدي سليمان هي نجم اللقطه اللي فاتت في ضربه ركنيه في ظل غياب رقابه مدافعي نادي المحله، واقفين بدون رقابه لعيبه نادي الزمالك. احمد سمير يحطها في بطن العارضه في كوره خطيره، هي اهم مشهد هجومي لنادي الزمالك في المباراه. انما قلنا الضربات الثابته هيبقى لها دور كبير. استلم تاني نور السيد بعرض الملعب لاحمد سمير، ممكن الكوره دي تفتح نفس لعيبه المناطق الهجوميه ويبداوا يشتغلوا بقى لقدام بعد ما هددوا مرمى مهدي سليمان بعد حاله عقم هجومي اكتر من 30 دقيقه من احداث الشوط الاول. تروح الكوره تاني ملعوبه من عمرو رمضان، محي قرب منه يفتح الملعب، عبد الرحمن محي في الجنب الشمال اللي فيه محمود بزيد، عاليه وطويله محمود فتح الله بدماغه لحماده طلبه، موجود على الدكه صلاح سليمان اللي كان بيشارك في معظم المباريات في الدور الثاني. اسلام عوض استلم ومشي، لازم يسلم بقى ويروح لقدام. تمريره ليوسف ابراهيم اوباما يحطها في الجبهه اليمين لاحمد سمير اللي بدا يتحرك لقدام، وده احمد علي، انما يا دوبك كده عاوز ياخدها وهو نازل على الارض. احمد علي ادي اللعبه اهي، والانطلاقات من على الاطراف اللي تعمل شغل كويس قوي، انما جت في قصبه رجله احمد علي. معانا 3 فراوده كبار في الاستوديو التحليلي يتكلموا النهارده على الاداء الهجومي لنادي الزمالك، 3 من الهدافين التاريخيين للكره المصريه، الكابتن حسن الشاذلي والكابتن جمال عبد الحميد والكابتن عبد الحليم علي بصحبه الاعلامي خالد لطيف، على شكل نادي الزمالك اللي ما اتغيرش كتير في الشوط الاول. واللعيبه هل مشغوله بلقاء النادي الاهلي اللي هيواجهه ان شاء الله يوم 28 القادم. كان المفروض اللقاء يوم 27 انما تقدم يوم، وهم اختاروا على فكره لجنه المسابقات 3 ايام ما فيهمش كاس عالم. انما خلينا مع الهجمه وبعدين نرجع تاني. عبد الشافي عرضيه حلوه، جول جول جول، هو ده اللي انا بقول عليه، العرضيات تحل لك المشكله. حلوه العرضيه ويطلع بدماغه احمد علي الجون الاول، انما عرضيه عبد الشافي بلسم، حلوه حلوه حلوه. 1 لنادي الزمالك مع اخر 10 دقايق من احداث الشوط الاول. اتعملت العرضيه حلوه قوي، ادي الحكايه من اولها. محمد عبد الشافي شال الكره كويس قوي، والرقابه اللي كنت بتكلم عليها من شهاب او عمرو رمضان او اسلام صيام، انما طلع في وسطهم يا ولد يا ولد. حلو، احمد علي بيسجل الهدف الاول لنادي الزمالك، واول اهداف الزمالك في بطوله كاس مصر اللي قلت بيشاركوا بدايه من الدور اللي احنا فيه هم والنادي الاهلي، وشارك كل انديه الدوري الممتاز بدايه من دور ال 32. تتلعب الكره تاني في وسط الملعب. نادي المحله اللي كان عمل هجمتين على مرمى جنش، انما كان كل اللعب تقريبا في منطقه وسط الملعب، والهجمات المرتده كان لها تاثير مرتين 3، وبعد كده قدر لعيبه نادي الزمالك يمرروا الكوره حتى لو ما كانش فيه ضغط على دفاعات نادي المحله. والهجمات كان فيها مشكله كبيره في عمليه الربط، سحب على طول مصطفى فتحي الجهاز الفني ولعب مكانه يوسف اوباما من 4-5 دقايق. ولما انطلق عبد الشافي في الجبهتين اللي قلت كانوا معطلين تماما سواء هو او احمد سمير ال5 دقايق اللي فاتوا، نسبيا بداوا يطلعوا ويزيدوا لقدام. قدر بعرضيه عبد الشافي يعملها كويس قوي ويستغلها احمد علي. 1 لنادي الزمالك دون مقابل لنادي المحله. ما تقابلوش طبعا الفرقتين في الدوري، المحله كان في مجموعه، الزمالك في مجموعه. في الجبهه اليمين سمير يلعبها تاني لمؤمن، حطها له في المساحه الفاضيه، انما في الزاويه الضيقه مهدي سليمان ياخدها وقع على الارض. هنشوف مين، مؤمن زكريا هو اللي وقع ولا ايه؟ في الجبهه اليمين لنادي الزمالك. فعلا مؤمن محدش جه جنبه، ممكن هو يكون جاله حاجه عنده على فكره، خلع في الكتف ولا حاجه، باين اهو الراجل ساند كده على كتفه، حتى اشاره احمد سمير بتبقى مشكله على فكره الخلع ده، وبينزل على طول اخصائي العلاج الطبيعي او الطبيب بيردهوله تاني. هنشوف كده المشهد، انما دي مقصوره استاد القاهره اللي بيتابعوا احداث اللقاء من مجلس اداره الناديين. في واحده من اللقاءات اللي بتقام اليوم النهارده، لقاء الاسماعيلي والداخليه، الحدود وانبي والمقاولون العرب ووادي دجله. هنتابع النتائج في الاستوديو التحليلي، واحنا بنتكلم على لقاء الزمالك والمحله اللي ما كانش فيه متعه كبيره في احداثه فنيا. محمود جنش قدر يشيل انفراد، فرق كتير مع فرقته ان هو يحافظ على شباكه مع منتصف الشوط الاول.
ده احمد غانم سلطان في بعض اللقطات الارشيفيه والابتكار والمهاره الفرديه للعيبه. خرج مؤمن زكريا ان شاء الله يكمل سليم، واحد من اللعيبه اللي ادت بشكل طيب مع نادي الزمالك الموسم اللي احنا فيه. ده حازم امام اللي بيعمل عمليه الاحماء قدامنا، واحنا بنتكلم على مؤمن اللي اعتمد عليه الجهاز الفني في اكتر من 90% من المباريات، سواء لاعب محرك هجومي من الجبهه الشمال او لما لعبوه ديفندر زي النهارده جنب نور السيد ويبدا يطور الاداء لقدام. دومينيك دي سيلفا يرجع الكره بروح طيبه لمهدي سليمان. زي ما اتكلمنا على المشاهد في كاس العالم، على المستوى الفني، على مستوى الجماهير، على مستوى الروح الطيبه، شفنا في لقاء اوروجواي وانجلترا. انما نشوف الهجمه وبعدين نكمل حكاوي كاس العالم، مش حكاوي القهاوي قدام ال 18. تاني يطلع عمرو رمضان نجم الكبير سواريز نجم اوروجواي ونجم ليفربول، لما وقع على الارض راح له جونسون زميله في ليفربول واللي بيلعب معاه في الدوري الانجليزي. انما يعني كانوا في مواجهه منتخب انجلترا واوروجواي والاثنين اللعيبه، والراجل راح هو شدله او يعني قومه كده وفكله الشد. بنقول على الروح بين اللعيبه. دومينيك وهو بيرجع الكره لمهدي سليمان. لازم نتعلم من كل المستويات، من كل الدروس في البطوله. تتلعب الكره تاني في وسط الملعب عند عمرو رمضان اللي بيفتح لاسلام صيام ثلاثي المنطقه الخلفيه اللي بيبداوا مرحله تحضيريه لقدام. عند رزق من قدام ال 18 يزقها لاحمد غانم في مساحه ضيقه، انما راجع لورا دومينيك دي سيلفا. نقلتين ثلاثه شهاب يلعبها تاني الى الحسيني. محمود بزيد 3-4 نقلات لنادي المحله في وسط ملعب الابيض، بيحاولوا ان هم يروحوا قدام ال 18 لرزق اللي دخل في العمق دلوقتي ويقدر ياخد فاول بعد ما اتحرك معاه محمود فتح الله وضغط عليه في اللعبه اللي فاتت. وضربه حره في النهايه لمحمد رزق. بنقرب من 40 دقيقه عشاق ومتابعي شاشه النايل سبورت في كل مكان. يلا معلش، يلا التقدم لنادي الزمالك عن طريق احمد علي برأسيه في مرمى مهدي سليمان. في لقاء لم يرتقي لمرحله الجيد في فترات كبيره، كل اللعب كان محصور تقريبا في منطقه وسط الملعب. اكتر من 30 متر ضربه حره لنادي المحله، انما جنش يوقف 4 لعيبه. والتسديده جامده من محمود بزيد انما عاليه بعيده عن المرمى. هداف نادي المحله على فكره في الدوري، رغم ان هم ما سجلوش غير 13 جون طوال المسابقه. اقل قدرات هجوميه في المجموعه الثانيه نادي المحله، كان منهم 4 لمحمود بزيد اللي بيلعب في الجبهه الشمال على مستوى الاداء الدفاعي. ضربه مرمى محمود جنش يلعبها لفتح الله الى نور السيد، يلعبها نور عند اسلام عوض في القلب، هيبص عند احمد سمير انما يديها لمؤمن زكريا اللي رجع الملعب تاني. الف سلامه المؤمن. وضربه حره وقف اللقاء محمد الحنفي ورايح يطمن على الاثنين اللعيبه. حسام عرفات في الجبهه الشمال الهجوميه لنادي المحله اللي النهارده راح بانفراد، لو سجلوا لعيبه الغزل كان هيفرق معاه كتير قوي. ادي اللعبه اللي اشترك فيها احمد سمير اللي فاتت. هو استلم خلاص. وضربه حره لنادي المحله ولا عمل اسقاط محمد الحنفي، يرجعها تاني لعيبه نادي المحله لمحمود جنش زي ما عمل دومينيك للمهدي سليمان. فتح الله اسلام عوض الى محمود فتح الله، طويله اماميه عند احمد علي قدام ال 18 صاحب هدف اللقاء الوحيد لغايه دلوقتي. قرب منه دومينيك انما زحمه في المكان اللي فيه عبد الشافي، 3 لعيبه و3 لعيبه، اضطر يرجع لورا عشان يفتح مساحه في الملعب عند فتح الله للمره الثانيه. حماده طلبه قريب منه، يبداوا من وسط الدايره عند نور السيد الى محمود فتح الله، جنبه نور هيرجع له انما تروح لحماده طلبه اللي لسه ما حدش قرب منه يعمل عمليه الربط. بعاد برضو لعيبه نادي الزمالك في وسط الملعب على لعيبه المنطقه الخلفيه ان حد يستلم، عشان كده خدوا وقت كبير قوي في التحضير، حضروا ببطء في اللعبه اللي فاتت. بره الملعب الى رمي التماس
الدقايق الاخيره من احداث الشوط الاول. هنشوف نادي الزمالك هيقدر يحافظ على الجون، نادي المحله يبقى له راي تاني، وهيقدر الكابتن الدوماني يغير من شكل فرقته في الشوط الثاني ولا ايه. مؤمن زكريا يلعبها لبره عند احمد سمير، ممكن يلعب عرضيه انما تخبط فيه محمود بزيد وياخد منها رمي التماس احمد سمير. لسه ما حدش قرب منه، جاي له مؤمن زكريا وضغط عليه الحسيني رقم 14، خدها الحسيني بيدور على معتز محروس، لو اسرع من كده تعمل مشكله، انما برافو يا ولد يا لعيب. يضغط اسلام عوض ويطلعها قبل ما يروح لعيبه نادي المحله بهجمه مرتده في ظل النقص العددي. لعيبه نادي الزمالك كانوا متقدمين في وسط ملعب نادي المحله. تروح الكره تاني في الجبهه الشمال اللي نقل نفسه فيها تكتيكيا محمد رزق. محمود بزيد ماشي بيها، بزيد بينطلق رزق عشان يلعب له، انما قطم لجوه قريب منه حسام عرفات في مساحه ضيقه، يضغط وياخدها اسلام عوض اللي بيأدي دور دلوقتي من وسط الملعب وبيقطع مرتين في اقل من دقيقه بشكل كويس. تاني محمود بزيد الى معتز محروس اللي ما قدرش يستغل مهارته ان هو ينقل فرقته لقدام. معتز ادي استلم وسلم مرتين بشكل كويس قوي، انما في نفس المكان اللي الكره جت منه واضطروا يرجعوا لورا بعد ما قفل لعيبه الابيض بشكل كويس ورجعوا في المناطق الخلفيه. اسلام صيام ترقيصه حلوه لدومينيك دي سيلفا، انما لازم يسلم، يلعبها لمعتز محروس، ضغط عليه من وسط الملعب ويعمل فاول نور السيد، وهيديله انذار محمد الحنفي. فعلا انذار لنور السيد، ولازم الحكم يكون عليه عنده وذكاء الملعب وهو بيطلع الكارت كده. محمد الحنفي بيتكلم مع نور السيد ولسه الكارت في ايده. اهي اللعبه، هيديله الكارت هيديله، انما كل حكم وليه اسلوب ليه طريقه. ادي محمد الحنفي ونور السيد بيبص له عارف ان هو هياخد كارت والحكم قريب من اللعبه. محمود فتح الله يطلع بره الملعب، ضربه ركنيه ولا رمي التماس؟ رمي التماس. هنشوف لنادي المحله احمد غانم سلطان رايح يلعب ضربه ركنيه فعلا لزعيم الفلاحين اللي لغايه ما دخل مرماهم الهدف كانوا بيقدموا عرض متوازن قدام نادي الزمالك، انما احمد علي قدر يقتنص اللعبه اللي جات له. تتلعب العرضيه جوه 18، يطلع الدفاع تاني، تسديده جامده خطيره اللي فاتت من حسين الحسيني، انما فوق المقص الشمال لمرمى محمود جنش. ادي الحسيني قدامنا اللي بيلعب في وسط الملعب من قدام بزيد. تتلعب الكرة محمود فتح الله لنور السيد، نور يمشيها عند اسلام عوض، دخل اسلام عوض شويه جنب نور السيد وتحرر لقدام مؤمن زكريا اهو اللي نقل نفسه في الجبهه اليمين الهجوميه دلوقتي مؤمن، وضغط عليه الحسيني اللي راح مكان بزيد، انما العرضيه عند دومينيك دي سيلفا ممكن تعمل الخطوره. طالع لفوق شهاب، انما لسه موجوده خطيره وادى ركله جزاء، ركله جزاء لنادي الزمالك. قرار من محمد الحنفي وعبد الرحمن محي بيتكلم معاه، انما هنشوفها اللعبه تاني، وقلت ركله جزاء ورايح محمد الحنفي ويدي قرار على طول للابيض مع الدقيقه تقريبا 44 من احداث الشوط الاول. ادي اللعبه، وادي يوسف اوباما ولا احمد علي. احمد علي هو اللي دخل كويس قوي في وسط اللعيبه وياخد ركله جزاء احمد علي عشان يكون هو اللي بيغير الواقع الهجومي لنادي الزمالك، سواء بالجون اللي سجله او ركله الجزاء اللي بيتسبب فيها. ركله جزاء هنشوف دومينيك دي سيلفا هو اللي هيلعب في اخر دقيقه من احداث الشوط الاول. الابيض يحصل على ركله جزاء. دومينيك دي سيلفا اللي مسجل في الدوري 3 اجوان ومسجل في البطوله الافريقيه في حوار مع مهدي سليمان. دومينيك ومهدي جول جول جول، 2 لنادي الزمالك باقل مجهود. الزمالك بيتقدم بجونين، اللي يشوف النتيجه ويشوف مجريات الشوط الاول بقول باقل مجهود نادي الزمالك بيسجل جونين في مرمى المحله. اول هدف كان لاحمد علي، وادي الهدف الثاني من ركله جزاء دومينيك دي سيلفا اللي رايح ليه احمد حسام ميدو وجهازه الفني بعد ما سجل هدفه في كاس مصر الاول هذا الموسم. شفنا الكابتن مدحت عبد الهادي في اول ظهور ليه مع الجهاز الفني عاملها جامده، رغم ان مهدي سليمان رايح معاها،
انما كل ما الكوره تبقى جامده تبقى صعبه على حارس المرمى، حتى لو رايح كده زي اللعبه اللي فاتت مهدي سليمان. انما جونين لنادي الزمالك عن طريق احمد علي ودومينيك دي سيلفا في احداث الشوط الاول. 3 دقايق وقت محتسب بدل ضائع بيرفع بيهم الحكم الرابع رؤوف الحوشي. ترجع الكره تاني في الجبهه اليمين. طبعا اكيد لعيبه نادي المحله بيبقوا محبطين خلاص، عارفين ان هم هبطوا للقسم الثاني لمسابقه 2013 2014. نادي المحله في اخر 14 موسم نزل وطلع 3 مرات، دي المره الثالثه من 99 2000 لغايه 2014. تلعب الكره تاني عند احمد غانم سلطان، عرضيه حسام عرفات، انما برافو يا ولد يا لعيب، حلوه من حماده طلبه يشيل الكره اللي فاتت في منتهى الجمال، انما لو راحت لحسام عرفات كانت هتعمل مشكله على مرمى محمود جنش. هجمه لنادي المحله مع الدقائق الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من احداث الشوط الاول اللي متقدم فيه الابيض بجونين لغايه دلوقتي. بعرض الملعب احمد غانم اللي بيعكس اتجاه اللعب بشكل كويس قوي برؤيه من اقصى الجبهه اليمين للناحيه اللي فيها محمود بزيد، عملها مرتين 3 النهارده بشكل كويس، انما تسديده من محمود بزيد خارج الملعب. هل يعمل تبديلات بقى من على الدكه عبد اللطيف الدوماني المدير الفني لنادي المحله النهارده؟ موجود احمد حسن دروجبا، موجود محمد سماره، عادل مصطفى، اللعيبه اللي تقدر تاثر في النواحي الهجوميه، سواء احمد حسن كفروت صريح او عادل مصطفى من منطقه وسط الملعب او محمد سماره. انما هيبقى الشوط الثاني الاجابه على تبديلات فريق الغزل. ومعانا استاد النيل نتابع الزميل خالد لطيف وفريق التحليل النهارده الكابتن حسن الشاذلي والكابتن جمال عبد الحميد كابتن عبد الحليم علي، هيكلمونا عن 45 دقيقه لعب في الشوط الاول، لحين اشعار اخر نشوف هيقدموا لنا ايه جديد من الكره في الشوط الثاني. حماده طلبه، انما صفاره نهايه الشوط الاول تقدم الزمالك 2 المحله دون مقابل، دور ال16 لبطوله كاس مصر. ارق تحياتي محمد عفيفي معلق المباراه، الى اللقاء مع احداث الشوط الثاني. كنا دخل قدامنا هنا كاش من عند عبد النازل يجي محاولات هاديه مفيش فيها الابتكار، مفيش جديد رغم الضربات الركنيه الكتير اللي بياخدها لعيبه نادي المحله. هيخرج احمد علي وياخد محمد عبد المجيد اللاعب الصغير الوقت اللي جاي. احمد علي اللي سجل هدف التقدم للابيض في مباراه اليوم، الجون قدامنا هو اللي سجل منه احمد علي وهو خارج، عرضيه عبد الشافي ورأسيه احمد علي على شمال مهدي سليمان. خارج احمد علي هداف الابيض الموسم اللي احنا. احمد سمير غير وضعيته تكتيكيا، عمرو رمضان او الجهاز الفني بدا يلعب قدام شهاب واسلام صيام بعد ما كان بيلعب وراهم يلم كده لغايه ما نادي المحله اتاخر بجون في اخر ربع ساعه من الشوط الاول، وبدا يزيد لقدام من تحت عبد الرحمن محي. انما هم كانوا بيلعبوا ب3 في عمق الدفاع، عمرو رمضان عبد الرحمن ويشيلها حماده طلبه من قدام المنطقه لمحمد عبد المجيد، لعيب الستايل بتاعه كويس، عنده الثقه، تمريره حلوه يا ولد يا لعيب. حازم امام تسديده جامده، انما مهدي سليمان قافل المرمى، انما مشاها كويس قوي لعمرو رمضان. المحله في وسط ملعب الابيض اللي انسحبوا تكتيكيا لعيبه نادي الزمالك قدام منطقه جزائهم، وضغط عليهم دلوقتي عمرو رمضان داخل المنطقه. المحاوله موجوده، انما اسلام عوض يرجع لورا، تسديده على الارض حلوه 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 حلوه، جول جول جول. معتز محروس هو اللي بيسجل، قلت لعيب مهاري لعيب كويس، انما النهارده لو اشتغل بشكل افضل مع زمايله كان يقدر يوصل الفراوده. المحله بيسجل في الدقيقه تقريبا 35 من احداث الشوط الثاني، عملها من مره واحده معتز محروس وسط الزحمه كده، ادي جنش بيتكلم مع زمايله، انما هنشوفها تاني. ادي اللعبه اهي واللي اتردت من المدافعين وسندها كويس قوي قدام ال18 محمد سماره، للي جاي بوشه بقى معتز محروس اللي بيحطها الراجل كأن بيحط ركله جزاء كده. الهدف الاول لنادي المحله. ممكن نشوف 10 دقائق حلوين لو لعيبه المحله عندهم الاراده، ولعيبه نادي الزمالك لو حبوا يغطوا الجون مره ثانيه. انما هنشوف اللقاء هيمشي ازاي في الوقت اللي جاي. ضربه حره، ادي احمد حسام ميدو اللي قام بقى بعد الجون، كان مطمن للنتيجه 2 دون مقابل، والهدفين كانوا في الشوط الاول احمد علي دومينيك دي سيلفا قدام المنطقه، محمد عبد المجيد يلمسها، مهدي سليمان
عاليه وطويله لقدام، يطلع محمود جنش وياخدها قبل حماده طلبه، ويبدا عند احمد سمير. اماميه لمحمد عبد المجيد، حازم امام يشترك معاه الحسيني وياخدها. الحسيني تاني ملعوبه لبزيد، الاثنين اللي كانوا متكتفين في الجبهه الشمال في الشوط الاول، انما بدا يتحرر بزيد لقدام على مستوى الاداء الهجومي كهاف ليفت او لاعب وسط مهاجم من ناحيه الشمال. ادي جاي بزيد جنب محي، عبد الرحمن محي يسقطها جوه ال 18. محمد عبد الشافي بدماغه لازم يشيل من هنا في مكان صعب، لو سقطت الكرة تعمل مشكلة تاني. معتز محروس قدام المنطقة تاني، بدأ يتمركز كويس معتز محروس، يستنى الكرات الساقطة من مدافعي نادي الزمالك في الوقت اللي فات. أمامية نوح سيام مع يوسف إبراهيم بره الملعب إلى رمي التماس. نادي المحلة أفضل نسبيا في الخمس ست دقايق اللي فاتوا، تواجده قدام ال 18 رغم ان ما كانتش الهجمات بتكمل على مرمى محمود جنش، العدد كان قليل قدام، انما استفادوا من الكره اللي ردت وحطها سماره وعبد الرحمن محي لورا كده للي جاي معتز محروس وسجل منها. انما على الاقل تقدير التواجد في وسط الملعب بيهدد الفرقه اللي قدامك بتضغطها. ادي الدوماني قدامنا لتولى المهمه خلفا للكابتن اشرف قاسم نجم نادي الزمالك، وكان كابتن فاروق جعفر في اول الموسم هو المدير الفني. يوسف ابراهيم من وسط الملعب، جبهه الشمال فاضيه، سكه قدام عبد الشافي ممكن يعمل مشوار ويكمل لقدام، انما يلعبها عند محمد عبد المجيد. حلوه الفكره، ولو لمها او سندها كويس كده محمد عبد المجيد كان ممكن يبقى في مواجهه مهدي سليمان، انما لعيب الستايل بتاعه كويس محمد عبد المجيد، مش خايف مش هايب الموقف، نزل وبيتحرك قدام مع الثنائي دومينيك ويوسف اوباما. تاني عمرو رمضان لمعتز محروس، نقلتين قدام المنطقه. عبد الرحمن محي اللي بدا يجي من العمق دلوقتي ويزيد قدام ال 18 وسايب وراه عمرو رمضان، دخل لجوه بزيد ويلعبها المحروس. نادي المحله بيجبر لعيبه نادي الزمالك ان هم يرجعوا لورا، باص وانت واقف لقدام ملعوبه، انما نوح سيام عامل التغطيه ويرجع لورا عند مهدي سليمان. بنقرب من الدقيقه 40 من احداث الشوط الثاني. في وسط الملعب عبد الرحمن محي قريب منه رمضان، هيسيبها له، خدها عمرو رمضان بنقلتين، وفاول لاحمد غانم سلطان. ضربه حره، 2 الزمالك 1 المحله. احمد علي دومينيك ليه الابيض والمحله عن طريق معتز محروس. محمود بزيد الحسيني الى محروس لعمرو رمضان، جنب اليمين فضي تماما، لو مشي نوح سيام لقدام ويبدا يسلم احمد غانم فعلا يعمل كده، ورجع لورا دومينيك دي سيلفا قدام محمد عبد الشافي ويخبطها في احمد غانم وياخد منها رمي التماس. رمي التماس عند محمد عبد الشافي في اخر 5 دقائق من لقاء دور ال 16 الزمالك والمحله اللي بنتابعه مع حضراتكم على استاد القاهره الدولي ضمن 4 لقاءات بيقاموا اليوم. شهاب الدين محمد ياخد الكره ويمشي بيها في وسط ملعب نور السيد واسلام عوض. اماميه حماده طلبه تخبط فيها، يطلع جنش من المرمى في منتهى الخطوره، انما ياخدها على مرتين جنش. لو سقطت قدام عبد الرحمن محي بعد ما اشترك مع احمد دروجبا في اللعبه اللي فاتت، انما على مرتين جنش ياخدها. حازم امام يلعبها ويمشيها لاوباما، تاني نور السيد الى حازم امام اللي كان عمل واحده وعمل مشوار، كان هيعمل انفراد ويجيب جون. حازم امام مع بدايه الشوط الثاني، وتسديده اهم المشاهد والفقرات لامام بعد نزوله. ضربه ركنيه لنادي المحله، بيتكلم احمد سمير اهو مع محمد الحنفي بيقول له ما جاتش فيا. كابتن نادي الزمالك ادي الكابتن مدحت عبد الهادي في اول ظهور ليه مع الجهاز الفني. ضربه ركنيه لنادي المحله اللي قرب النتيجه بجون في اخر 10 دقائق. قلنا ممكن نشوف لقاء يعوضنا اللي فات. بزيد الى محي جوه ال 18 عبد الرحمن محي، انما يتزحلق عليه محمد عبد الشافي اللي جاي من الجبهه الشمال الدفاعيه داخل ال 18 يلمسها يوسف ابراهيم، يطلع تاني الدفاع، انما احمد غانم
يزقها كويسه عند نوح سيام، العرضيه على القايم البعيد جاي عمرو رمضان، انما برافو عبد الشافي اللي موجود لسه في مكانه بعد ما كان اتحرك وجه خد القايم القريب في الضربه ركنيه، لسه موجود في الهجمه ويشيل يطلع خارج الملعب. ضربه ركنيه تاني لنادي المحله اللي جاله اكتر من 6 ضربات ركنيه في الشوط الثاني. قرب هنا قرب هنا يا حازم، خلي بالك من قريبه. يلعبها بزيد جنش، تقع الكره من ايده وياخدها على مرتين، انما مديله فاول الحكم، ضربه حره مديله فاول محمد الحنفي. اللعبه اهي العرضيه اللي عملها بزيد وطلع جنش اهو، والاشتراك موجود داخل ال6 ياردة، قرار سليم. مش كل كوره حارس المرمى تقع منه هيبقى فاول، انما القرار ده سليم. ممكن حارس المرمى ليه حمايه انما بره ال6 ياردة لو طالع واشترك معاه الفراوده والمدافعين بدون اي احتكاك ووقعت الكره مفيش اي مشكله. مش اول ما الكره تقع يبقى فاول لحارس المرمى، انما اللي فاتت دي قرار سليم من محمد الحنفي. عاليه وطويله لقدام، يبقى معانا الكابتن رضا البلتاجي الفقره التحكيميه حكمنا الدولي السابق. استلام من محمود بزيد، معتز محروس، الحسيني الى محروس تاني صاحب هدف المحله الوحيد حماده طلبه قدام ال18، عمل عرض مش بطال النهارده حماده طلبه. تاني ملعوبه عمرو رمضان عاوز يعدي بيها، هيسدد تسديده جامده انما جنش يطلع. عمرو رمضان يفاجئنا بواحده تفوقنا من بره ال18 ومحمود جنش يتعامل معاها. حازم امام الدقيقه 44 الزمالك 2 المحله 1. نور السيد عاليه وطويله عند دومينيك، الشمس ضربه في عينه انما يسند الكوره. دومينيك دي سيلفا هيرجع تاني عند محمد عبد الشافي. عبد الشافي من قدام ال18 يحركها عند نور السيد، يعدل عشان يسدد انما يطلع الدفاع مره تانيه الى حازم امام. حازم عاوز يعدي ويمشي بيها انما فاول لنادي الزمالك. ضربه حره عند حازم امام. خلاص مع الدقيقه الاخيره من عمر المباراه الزمالك يقترب من الوصول لدور الثمانية، الدور الربع نهائي لبطولة كاس مصر. دي الكرة اللي شالها جنش، التسديدة اللي عملها عمرو رمضان من بره منطقة الجزاء. وننتظر نتائج ال3 لقاءات الأخرى اللي هنتابعها مع استاد النيل بصحبة الكابتن خالد لطيف ونجوم التحليل الكابتن حسن الشاذلي والكابتن جمال عبد الحميد والكابتن عبد الحليم علي بعد أحداث المباراة. ضربة حرة لنادي الزمالك من مكان كويس في الملعب. هنشوف إسلام عوض هينفذوها ازاي. جنبه حازم امام يعملها من مره واحده جوه المنطقه انما يطلع على طول مهدي سليمان وياخدها. كان ممكن يستغلها نادي الزمالك اللعبه اللي فاتت. ضربه حره لمحمود فتح الله، يشاور المساعد سمير جمال للحكم فاول على احمد حسن دروجبا. اهي اللعبه طلع مهدي سليمان عملها وحشه قوي، كان ممكن حد يصطادها ويسدد انما حسن حظه انها جت ضعيفه. وادي 4 دقايق وقت محتسب بدل ضائع مع الرابع الحكم رؤوف الحوشي اللي رفع قدامنا. 4 دقايق تروح الكره تاني عند محمود بزيد الى عمرو رمضان. المحله بيحاول مع نهايه المباراه ونادي الزمالك اللي كان ممكن يسجل الجول الثالث في الفاول اللي فات انما عمرو بيقتحم ورايح لقدام. يمشي الحكم قال لاعب على الكوره، بيشاور لهم وقع على الارض رمضان وقام ما فيهوش اي حاجه. ورمي التماس لنادي المحله. نور السيد كان دخل معاه. لا مش شايف في اللعبه اللي فاتت واللي وقع لاعب نادي الزمالك على الارض رغم ان عمرو رمضان هو اللي كان عايز الضربه الحره. انما هنشوف نور السيد ولا مين اللي واقع من لعيبه الابيض. ادي الكابتن احمد سليمان عضو مجلس الاداره والمستشار احمد جلال ابراهيم في مقصوره استاد القاهره. ودي الهجمه اللي كان حازم امام سدد بعد نزوله مع بدايه الشوط الثاني. هجمات نادي الزمالك على مرمى مهدي سليمان الخطيره، كان واقع على الارض اسلام عوض وقام اهو ما فيهوش اي حاجه. كان اشترك مع نور السيد وعمرو رمضان في اللعبه اللي فاتت واطمن عليه الجهاز الطبي. هيخرج اسلام عوض ويرجع تاني. نزل له
دكتور عمرو المطراوي والكابتن محمد السيد والكابتن علي حسونه يطمنوا عليه. ده عمرو رمضان اهو التسديده اللي عملها على جنش وتعامل معاها، انما خلاص الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضايع، ونادي الزمالك متقدم على غزل المحله في استاد القاهره. اللقاء اللي تابعناه مع حضراتكم النهارده في لقاء متوسط على مستوى الاداء الفني في فترات كبيره، جيد في بعض الفترات اللي كان اللعيبه عندها العقيده الهجوميه بيروحوا على 18 المرميين، سواء لنادي المحله اللي في الشوط الثاني افضل وضغط في بعض الفترات وسجل جون معتز محروس، ونادي الزمالك اللي تراجع اداؤه بعد ما ريح على النتيجه اللي سجل منها في الشوط الاول، رغم ان كان في تحفظات كتير على الاداء الهجومي. عمل تبديلات احمد حسام ميدو في المناطق الاماميه، دفع بيوسف ابراهيم بعد نص ساعه من بدايه المباراه، وبعد كده نزل محمد عبد المجيد في المناطق الاماميه. ادي العرضيه في منتهى الخطوره، حماده طلبه بدماغه يشيل تاني لقدام، وكان قبلهم مع بدايه الشوط الثاني حازم امام واحد من التبديلات الثلاثه للجهاز الفني. اتكلمنا على التبديلات على مستوى الاداء الهجومي، وحازم امام اللي لعب مكان مؤمن زكريا مع بدايه الشوط الثاني. ادي محمود بزيد داخل منطقه الجزاء يلعبها، انما يشيل تاني حماده طلبه ويحل الازمه الدفاعيه. نادي المحله ضاغط قدام 18 محمود جنش، انما سمير ياخدها ويلعبها لحازم امام، يجي شهاب من المناطق الدفاعيه ويطلع لسمير تاني، كره رايحه وجايه هنا وهنا، محمد عبد المجيد بيشترك، انما ترجع لشهاب الدين محمد اماميه في وسط الملعب. نور السيد مع عمرو رمضان، جاي حماده طلبه تخبط فيه الكوره ويسيطر عليها نور تاني، هيبص عند عبد الشافي، يا ولد يا لعيب برؤيه يعملها في منتهى الجمال والروعه نور السيد. عبد الشافي من بره ال 18 عاوز يلعب عرضيه، انما ما كانش حد جوه المنطقه غير عبد المجيد، ومتاخر يوسف اوباما ودومينيك دي سيلفا. تاني بزيد، خلاص قربنا من النهايه، الدقيقه الاخيره من الاربع دقائق الوقت المحتسب بدل الضائع. محمد الحنفي ممكن يزود وقت تاني ولا ايه؟ انما الزمالك متقدم بجونين على نادي المحله، احمد علي دومينيك دي سيلفا في الشوط الاول، معتز محروس لنادي المحله مع اخر 10 دقائق من الشوط الثاني، حماده طلبه جوه ال 18 واحمد سمير اللي بيريحها لمحمود جنش ياخدها قبل خط المرمى وقبل ما تطلع ضربه ركنيه، وياخد منها فاول بعد ما اشترك معاه كده في اللعبه اللي فاتت عمرو رمضان، اللي جاي كأن فرود عمرو رمضان وهو اللي رايح على محمود جنش. عمل مجهود كبير عمرو رمضان في المباراه، لو ادينا درجات ونقاط للعيبه هيبقى واحد من اللعيبه اللي ادوا بشكل طيب. احمد غانم رغم ان هو اتسرع في اكتر من كره في العرضيات لما كان بيوصل لل 18 ويسدد على المرمى، انما عمل مجهود كبير احمد غانم. حماده طلبه من نادي الزمالك ادى بشكل طيب، انما صفاره نهايه